مورا ما قصينا المنتخب الجزائري في الربوع، بزاف ديال لي كومونتير في الفيديوهات اللي كنا حطينا سواء من الجزائريين ولا المغاربه كيقول لك بركه من الفتنه، راه كتخلق الفتنه، هذا غير ماتش ديال الكره، علاش كتدخلوا السياسه في الرياضه؟ وهذا الشيء كامل كان غير افتخار بالمنتخب ديالنا، ولحقاش تاهلنا لكاس العالم وقصينا المنتخب الجزائري وسط الجزائر. مع العلم اننا قلنا مبروك للمنتخب المغربي وقلنا هارد لاك للمنتخب الجزائري في منافسات وحدين اخرين. وفين هي الفتنه في هذا الشيء كامل؟ ونقولوا بان هذا الشيء حسبتوه فتنه. شنو غادي نقولوا في هذا الشيء اللي دارت الحكومه الجزائريه باش تشوش على الماتش ديال الفينال ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب السنغالي اللي غيتلعب نهار الجمعه؟ بغيتي تعرف شنو واقع؟ اجي تشوف. مواجهة تاريخية في ذكرى تاريخية سيواجه منتخب الجمهورية الصحراوية نادي مولودية الجزائر بملعب نيلسون مانديلا في 20 من الشهر الجاري. تتوسع باللقاء الأحلام، وبأرض الجزائر يصير الحلم حقيقة. بعثة المنتخب الصحراوي حطت الرحال بمطار هواري بومدين، فحظي الوفد باستقبال حار يليق بمقام الكبار. مقام الكبار سيدي. هذا استقبال منتخب صحراوي بمناسبة إحياء ذكرى 50 لتأسيس الجبهة واندلاع الكفاح المسلح. إحياء لهذه الذكرى ستتم برمجة مقابلة ودية ما بين المنتخب الصحراوي ومولودية الجزائر. بالنسبة لنا احنا يعني الدولة الجزائرية لا شك هي دولتنا، وهي يعني أمنا وغطانا عنهم وساندتها في مدة 50 عام، وعلى الأساس نحن متواجدين هون. وهذا هو المعنى الحقيقي ديال كتدخلوا السياسه في الرياضه. استقبال المنتخب البوليزاريو في العمر اصلا كانت شي دوله سميتها البوليزاريو باش يكون عندها منتخب، وهذه راه ماشي فتنه، هذا راه الاستهزاء والاستفزاز باش تستقبل المنتخب ديال الدوله اللي ما كايناش، دوله اللي هي وهميه، وتجي تلعبوا في الوقيته اللي غادي تلعب فيها الماتش ما بين المغرب والسنغال. هذا الا وراك كتشوش على المنتخب المغربي. هذا الشيء كامل كيبين بان هذيك 3-0 يعني باش خسرتي نتايا كونتر المغرب باقي ما تسرطاتش لك لدابا، باقي واقيلا حتى هذيك لافير ديال الطياره فاش جات من المغرب ديريكتومون الجزائر باقا ما بغاش تسرط لك. واش تخيل معايا كنتو عارفين بان المنتخب المغربي غيوصل حتى الفينال، حتى هذيك رحله مباشره بطياره رومانيه ولا طياره برازيليه ما كنتوش تقبلوها النهار الاول. وحنا اون فان كونت ربحناكم بكره، ما ربحناكمش بشي حاجه واحده اخرى. شنو غادي تقول لي 50 عام ديال التاسيس؟ اش كيسميوها كاع؟ اش من 50 عام ديال التاسيس؟ اش من دوله هذه بعدا اش كدوي؟ وعلاش هذا الشيء دار بالضبط دابا حاليا؟ علاش دار دابا؟ والاول مره سبحان الله العظيم غادي نشوف منتخب غيلعب كونتر فرقه. المنتخب شكون معترف به؟ ما معترفاش به الفيفا، ما معترفاش به الكاف، والبوليزاريو كدوله ما معترفه بها حتى شي دوله. ما كايناش شي دوله معترفه بالبوليزاريو كدوله. على باش نتايا غادي تجي تلعب مع منتخب ديالها؟ قال لك وبغينا نرجعوه منتخب رسمي. سبحان الله العظيم، انت اللي كتقرر. اجي نكملوا. رسالة اللاعبين الصحراويين للجماهير الجزائرية كانت الدعوة إلى الحضور بقوة إلى مدرجات نيلسون مانديلا ودعمهم مساندة لقضيتهم ووقوفا إلى جانبهم. نتمنى أن تكون يعني تكون في تشجيعنا كما شجعنا نحن المنتخب الجزائري والأندية الجزائرية. احنا شاكرين شعب الجزائر على أنه يشكر أنه ينعت أخبار الصحراء. ومثلما كان الإعلان بالأمس عن تأسيس دولة فلسطين بالجزائر، سيكون الإعلان الرسمي لتأسيس منتخب الجمهورية الصحراوية من أرض الجزائر. مباراة ودية بطابع رسمي لا خاسر فيها، الانتصار الأول للروح الرياضية والثاني للصحراء الغربية بأرض الجزائر التي لطالما رافعت لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية. كنعرف كورة وسياسة سياسة، اللي كتقول نصرة الصحراء الغربية ولا انا ما بقيتش كتهضر على كورة، هلا وليتي كتهضر ديريكتومون على السياسة. والواعرة هي قال لك واقيلا راه غادي يحضروا هذا الوفد اللي جا من البوليزاريو غادي يحضروه في الماتش ديال الفينال ما بين المغرب والسنغال. وهذه فريمون الا درتوها راه باين المقصود من هذا الشيء كامل. وانا على ما كيبان لي بان هادو غير جزائريين كتبوا لهم اللور الصحراء الغربية وقال لهم غادي نلعبوا واحد الماتش مع مولودية الجزائر على اساس باش نستفزوا المغاربه، لحقاش غيلعبوا في نفس السيره اللي غيلعب فيه المنتخب المغربي. وقال لك بغا يردوها مباراه رسميه. شكون هما القنوات الناقله؟ الا ما كانش واحد المنتخب ولا واحد الفرقه كتعترف بها الكاف ولا كتعترف بها الفيفا، شنو غادي تعترف بها انت كجزائري؟ يعني انت كدوله الجزائر انت اللي غتعترف بها صافي وتعطيها الرسميه.
ما كتدخلش العقل. راه كاين الاتحاد الدولي لكرة القدم، كاين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، راه ماشي الحكومة ديال الدولة ولا الرئاسة ديال الدولة هي اللي كتعطي الرسمية لواحد المنتخب لواحد الفرقة. وباش نزيدوا نفهموا اكثر بانهم راه بصح نيت باغيين يدخلوا السياسة في الرياضة، وهذا الشيء كامل اللي كيديروا دابا حاليا ما هو غير الشمئزاز لحقاش ما غيرضاوش المنتخب المغربي يدي الكاس من وسط الجزائر. راه ما غاديش تبغي تصرت لهم. تخيل معايا هما ما كانوش باغيينك اصلا طير بطياره بخط مباشر من المغرب للجزائر وطرشي بها. ما كانوش كيتسناو بانك راه غادي تضرب الجزائر وتقصيهم من الربوع وما تخليهمش يتاهلوا لكاس العالم، وداك الشيء اللي طرا وضربتيهم 3-0. يعني ماشي غير صدقات ليك ولا تساطحتي معاها ولا ربحتيهم بيلانتيات وتجي في الاخر ودي لهم الكاس من وسط بلادهم. راه ما كيدخلش العقل، راه تسطيه هذه. يعني خصهم يديروا اي حاجه باش فريمون المورال يتهرس لك. هما ما يكرهوش تخسر بواحد 5 ولا 6 مع السنغال باش يرجعوا يتشفاو فيك. انا بيان سور كنهضر على الحكومه الجزائريه وعلى ماشي كاينين جزائريين احرار اللي هما بعيدين على هادشي ديال السياسه. واجي نسمعوا دابا واحد الانترفيو اللي فريمون كيبين بانهم راه كيكزيجيو باش تدخل السياسه في الرياضه ومساندة الجزائر دولة وشعبا. أنتم بعيدا عن كرة القدم، أنتم كمواطنين صحراويين، هذا الشعب يعني الذي يطالب بحريته، يطالب بتحرره، يعني وقفة الجزائريين شعبا ودولة معكم أنتم كصحراويين كمواطن، ماذا تشعر وأنت اليوم في بلد الشهداء الجزائر؟ أشعر بكثير من الحب. يعني الجزائر معروفة بأنها دائما يعني كانت تساعد الدول اللي يعني تحت الاستعمار، ومشرفين كثير وبنحبوا الجزائريين بهذه المساعدة ومشرفين إن شاء الله. إن شاء الله. قلت لي كاين بزاف صحراويين في الجزائر، يعني تتمنى تلعب في الجزائر اليوم؟ إيه أتمنى أن نلعب في الجزائر. يعني الجزائر يعني دولة متينة، والدوري الجزائري يعني معروف عنه مستوى مولي متين وكل شيء يعني أنتم تلعبون في أندية يعني في الخارج الآن، أنت واحد تلعب في نادي ألماني في برلين هكذا، يعني من الأقسام، يعني القسم الثالث هكذا على ما قلت. القسم أي قسم الدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة في برلين، يعني في ألمانيا في ألمانيا مع فريق برلين. يعني اليوم كيفاش تعيشوا يعني يومياتكم لما تعود؟ تتمنوا أنكم في يوم يعني تستقبلوا في بلدكم في الصحراء الغربية وتديروا مباراة رسمية؟ لماذا تكون أمام مباراة الجزائر أول مباراة رسمية؟ يعني هذا مهم جدا لنا، لأن يعني الجزائر يعني تعود عنا احنا مولي دولتنا، وعنا نستقبلوا الفرق، وعنا نلعبوا في كأس أفريقيا إن شاء الله. والآن يعني احنا كله جايين من الخارج، غير في المستقبل إن شاء الله نلعبوا في دولتنا ونلعبوا في العيون المحررة أمام الجزائر إن شاء الله. شكرا. والله ما كيمرقوا حق رب. قال لك العيون المحرره. تخيل معايا، نحن نمشيو بعيد، تخيل معايا بان هذا البوليزاري وهذا المنتخب ديال الدوله الوهميه تكون ووافقات عليه مثلا الكاف ولا وافقات عليه الفيفا مثلا، وغادي نلعبوا كاس افريقيا مثلا واقصائيات. عرفتي احسن بلان غنديروا لكم هي غنجيو نستقبلوكم في العيون المغربيه. الالي غنلعبوه في العيون المغربيه. قال لك العيون المحرره، راه الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن فيها. وباش تعرفوا بان راه فريمون كيقلبوا على اي حاجه باش يدوروا القضيه ديال الصحراء المغربيه وداك الشيء. مشى سول هاد الدري اول حاجه قالها ليه بعيدا عن الرياضه وعن كره القدم، مشى داير استجواب مع الدري على قبل الماتش اللي غادي يلعبوا. علاش كتقول لي بعيدا عن الرياضه وعن كره القدم؟ ثاني حاجه قال ليه وغادي تكون الرسميه ديال المنتخب البوليزاريو على يد الجزائر. وراه اصلا ما كايناش شي دوله في العالم اللي كتعترف بوليزاريو من غير الجزائر. وباش نكونوا صراحه حقانيين، ما عمرنا لقينا شي مشكله حنايا كمغاربه مع الجمهور ديال مولوديه الجزائر. بالعكس، الجمهور ديال المولوديه والله الا عنده واحد الاحترام كبير للشعب المغربي. اي فرقه كيف ما كانت في المغرب غادي تلعب مع المولوديه احترام كبير واحترام رياضي. يعني كنجيو كنلعبوا كره سواء في الجزائر ولا في المغرب، وكتلقى ديما في الاخر ديال الماتش كي اللعابه كيتسالموا كيتصافحوا، كتبقى الروح الرياضيه هي اللي سيده. وكاين دابا حاليا جمهور ديال مولوديه الجزائر اللي هو رافض هذا الشيء اللي دار النظام الجزائري، وقال لهم بالحرف بان راه ما خصكمش تدخلوا، ما خصكمش تسيسوا الفريق رياضي، حنا ما بغيناش يتسيس. وكانوا علقوا كاع واحد لافته في التيران وكتبوا فيها درتوها قضيه في هذه البلاد رجعتوها سياسه وفساد، ورجعوها لواحد الصفحات مثلا فيسبوكيه اللي هي كتشجع مولوديه الجزائر. كانوا كتبوا بالضبط مولوديه الجزائر ضد منتخب الصحراء الغربيه. انا كمناصر للمولوديه بريء من هذه المباراه ولا تمثلوني. اقول انا باش نكونوا صراحه وما نحتاجش الهضره العيانه.
يعني انت كتشوف الجمهور ديال الفريق ديالكم العريق هو كيرفض وهو ما قابلش بهذا الماتش هذا، وكتجي في الاخر كتفرضوا عليهم وما شفتوا والو. خصكم تشوفوا الاستقبال اللي داروه لهذا المنتخب اللي غيلعبوا معاه في المطار. والله الا الاستقبال اللي ما داروش لكاع المنتخبات اللي شاركوا في كاس افريقيا الاقل من 17 عام. الدقيقيه والرواج والنشاط ومفتخرين ومحتفلين بهم، وانت عندك اصاحبي في بلادك عندك كاس افريقيا اللي ملعوب عندك في البلاد وغادي يأهل لكاس العالم، ووصلتي عندك الفينال. بالعكس باش تروج لهاد كاس افريقيا وتنجحها وتبقى معاها حتى لاخر لحظه، نطتي جبتي منتخب اللي هو ما كاينش، بغيت تلعبوا نهار السبت قال لك قلبوا على الرسميه ونجيبوا الرسميه لمنتخب البوليزاريو. سبحان الله العظيم. اجي نشوفوا الاستقبال ونكملوا. وكيقول المثال ان لم تستحي فافعل ما شئت. بركه من هاد التفاهات وهاد الفتنه اللي نتوما اللي كتخلقوها. حنا راه بار لا سويت فاش كضرنا شي حاجه كنجيو غير ندويو عليها، واخا دير اي حاجه درتيها فراه التركيز ديالنا دابا حاليا مع المنتخب المغربي، وان شاء الله نديو اللقب الافريقي من الجزائر. تحيه لكاع الجزائريين الاحرار. تهلاو.